السلام عليكم متابعيني الأعزاء. نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. متابعة طلبت من عندي طريقة دير العباية. بنات العباية، أول خطوة نفصل الفجل فوق عن الفجل جوا، نفتح خيط الإخبان. ثاني خطوة، هسه عندنا هاي درازة المتن. ثاني خطوة شو نسوي؟ نقص الدرازة بالمقص بصف القماش، يعني بس الدرازة نشيلها، المتن كله للنهاية. المتن الثاني نفس الشي. بعدين هاي هنا من يم الراس نشيلها كلها، نقصها الدرازة، نوخر اللقاط مالت الراس مالت هاي وصلة الراس كلها نفتحها. نجي للشد، نقص الشد كله للنهاية، ما نزل زايد، بس الشد نقصه نوخره. بعدين هاي المسطرة نفتح اللقاط مالتها ونشيلها. راح تصير عندنا الفجة مفتوحة قماش. الفجة الجوانية، هاي الفجة الجوانية نقص الشد مالتها، العفو الدرازة مالتها نقصها صف القماش، ونشيل هذا اللقاط مالتها، يعني راح نصفيها نسويها فارغة من الجهتين. بعدين بنات هنا صارت عندنا وصلتين مفتوحات فارغات فجتين. انتم بكيفكم مخيرين تخلون الفجة لفوق تصعدونها، العفو تنزلونها لجوا، او الفجة جوا تصعدونها لفوق. من هي الفجة الانظف هي تصير فوق. واكو مرات عباية ما بيها شي جديدة، لو يصير بيها حرق، لو يصير بيها مزيق، اذا صار اي شي يعني يم الراس يم المتين يم فتحة الردان بهذا المكان، هذا راح يصير بالاخبان، لان راح تفتر، راح يصير الاخبان يصعد لفوق. اذا الفجة الفوقانية ما بيها شي، نظيفة ومجرد بيها يعني تلف من هنا من فوق، تبقونها بنفسها، هاي بكيفكم. وانا لو عندي عباية دير سويت لكم بيها فيديو حتى تستفادون اكثر. بنات المتابعة تريد تخلي الهردان، طلبت من عندي بانه شلون تخلي الهردان، يعني تخلي لها وزمة. خلينا نقول نخلي لها 4 أصابع وزمة للعباية. هنا شو نسوي؟ نقص شبر من الفجة الفوق، ونقص شبر من الفجة الجوة، لازم نفس القياسات تصير تساوي الفجج، نفس ما قصينا من الفوق نقص من الجوة. واذا نريد نبقيها ما نخلي الهردان، يعني عباية هردان عادية نبقيها على حطيتها، ما نسوي شي، مجرد يعني نطبق متول من جديد، ونريد نشيد نخليها بس درازة. هاي بكيفكم، من جديد تخلون المساطر من جديد، وصلة الراس من جديد، وتخيطونها. ومع ألف سلامة، وأتمنى استفادتوا من هذا الفيديو.